عندي شويه حاجات انا عايز اقترحها عليكم واوريها لكم بعينيكم، يمكن انتوا تشوفوا كمان اللي انا شايفه. اول حاجه بعد القبض على مروه اللي هي كانت بتدعي ان هي بنت السيد الرئيس حسني مبارك، وده مش موضوعنا خالص لان احنا مش هنورث سواء هي كانت بنت الرئيس مبارك او بنت حد تاني، ده مش موضوعنا. الموضوع الاهم بالنسبه لنا كواحد من الشعب المصري وهو تجاره الاعضاء والناس اللي المفروض متورطه في الموضوع ده. اول حاجه مروه قالت ان في ناس منهم الطوخي منهم ابراهيم شيكا اتباع كليتهم، وفيه ناس طلعت بفيديوهات بعد كده قالت لك اللي متورطين في الموضوع ده كانوا ام ساجده كانت الوسيطه، وكان معاها كمان وفاء عامر. يا جدعان مروه حسني مبارك اقسم بالله كلامها صح، وفاء عامر ومساجده كان الوسيط بتاعتي ان انا من ضمن الواحد ان انا بعت كليتي، انا بعتها فعلا عن طريق مساجده. مروه كلامها صح، ولو الكتاب الشرعي عايز يثبت عايز اقولها لكم اقسم بالله زي ما بكلمكم كده، دي تبع مساجده بعت كليتي تبع وفاء عامر بخصوص تبع تقريبا واحد اسمه ريكس هو اللي كلمني في الموضوع ده، لان مروه حسني مبارك كلامها صح. الكلام تجاره الاعضاء بتاعت وفاء عامر ومساجده ومروه كلامها صح على الناس دي. انا بتكلم بجد، انا اول واحد اظهر اهو ان انا من ضمن الناس اللي هي باعت كليتي وكانت وسيط بصراحه ربنا. مروه كلامها صح. ما كنتش حابب اطلع يا جدعان عشان وفاء عامر اللي هي بتجري في القضايا ومساجده. انا من واحد من ضمن الناس اللي بعت كليتي تبع وفاء عامر، وكانت المساجده الوسيط بتاعتي ومعايا ما يثبت. بنت الرئيس حسني مبارك مروه كلامها صح. وفاء عامر المساجده هي اللي جابت لي وفاء عامر عن طريق ناس ثانيه، وانا فعلا عملت الموضوع ده ومعايا اثبات بكده واتحمل المسؤوليه القانونيه. طبعا كل الفيديوهات دي المفروض النيابه العامه اول ما تطلع عليها تمام تستدعي الناس دي فورا للتحقيق في الكلام اللي هم قالوه تمام، وتبين برضو للشعب المصري، لان في حاله يا جماعه في حاله قلق غير طبيعيه في وسطنا. انت متخيل ان الناس دي كانوا بيطلعوا يهزروا ويضحكوا مع الناس وفي الاخر بتلاقوهم تجار اعضاء؟ حاجه في منتهى الرعب، اقسم بالله في منتهى الرعب. فطبعا كان في فيديو لمساجده اللي هي بتاعت الفسيخ تقريبا، قالت فيه حاجات، يعني الحاجات دي وراها حاجات كتيره جدا. تعالوا نسمع الفيديو وبعد كده نعلق عليه. بيقولوا عليا الناس بتاعت مشاكل ان انا بحب الترند والكلام دوت، هنهي المبدا ده خالص وهطلع وهقول على كل حاجه بمعنى كل حاجه، وهعرف الناس انتوا بتعملوا ايه في الناس، ويعني مش هسكت لحد لغايه بكره الصبح. هنعتبر الرساله اللي انا سبتها على الوصف ديت ان انت بنتي ما شفتيش الرساله. لو انا مشاكلي ما اتحلتش انا مش هسيب حد يحكي، وهتكلم وهقول للناس كل حاجه. طبعا هي طالعه في الفيديو ده بتبعت رساله لحد معين وبتهدده وبتقول له لو انت عملت كذا انا هعمل كذا او هسوي كذا. طبعا الكلام ده يعني في العام احنا مش فاهمين اي حاجه فيه، بس في اللي بينهم هم اكيد فاهمين وعارفين ده بسببه ايه كله تمام. اما بالنسبه بقى للقبض على ام مكه او ام ساجده الثانيه دي، لان انا بقيت اتلخبط فيهم الصراحه من كتر ما هم اسمائهم بقت تتذكر قدامنا، وسبحان الله يعني بعيدا عن الموضوع شويه، الناس دي فعلا بتسيء للشعب المصري وبتسيء لمصر من اللي هم بيعملوه. لان انا واحد كمغترب بره مصر، الناس دي هي اكتر ناس دلوقتي مشهوره على الساحه، تيك توكر وبلوجر وحاجات كده، وكلهم في الاول وفي الاخر شحاتين. يعني ما تقنعنيش ان انت واحد بتقعد على التيك توك تقعد تقول كبسوا وشيروا ويجي لك هدايا وبتاع وتقعد تصرخ وحوت والنبي وورده والنبي وحاجات كده. يعني دي فلوس حلال، من رابع المستحيلات ان هي تكون فلوس حلال، من رابع المستحيلات يا جماعه. ما حدش يقنعني بالحته دي. انا لو الفلوس مش هتبقى بالعرق والتعب، ما الفلوس دي لا يستحق يطلق عليها مال حلال. نرجع لموضوعنا تاني ونقول ان التحقيقات شغاله في كل حاجه، ويا جماعه الخير محدش يبطل يتكلم في الموضوع ده. القضيه دي قضيه شعب، قضيه امه، قضيه ناس كتير جدا بيندحك عليها، قضيتنا احنا. كل واحد يعتبر ان الموضوع ده موضوع شخصي ليه هو. اي حد يظهر قدامه فيديو يمنشن لوزاره الداخليه. وبالمناسبه وزاره الداخليه قايمه بدور غير طبيعي، اقسم بالله كلنا نرفع لها القبعه على اللي هي بتعمله. وده بتعمل يا جماعه غسيل، بصوا مش عايز اقول لكم، بجميع انواع المطهرات للشعب المصري، وتطبيق التيك توك كده. يعني بتجيب كل الناس الشحاتين وكل الناس اللي وراهم علامه استفهام وبتجيبهم تسالهم، سواء كان في بلاغات او سواء كان ليهم علاقه باللي مروه كانت بتقوله.
لان الموضوع اكبر مما نتخيل. الموضوع فيه غسيل اموال، فيه تجاره اعضاء. موضوع غسيل الاموال ده مش ما يخصناش احنا قد ما هو يخص الدوله. اما موضوع تجاره الاعضاء ده يخص كل واحد في الشعب المصري. اي واحد مكتوب في بطاقته مصري هو يخص الموضوع ده. موضوع شخصي جدا جدا جدا، ولازم كل الناس تهتم بيه. اما بخصوص موضوع ابراهيم شيكا، سواء كان هو اتبرع بكليته او اتسرقت، وانا اعتقد من رايي الشخصي ان ممكن يكون انضحك عليه هو كمان واتباعت كليته. لان من المفترض ان في الفيديو اللي ظهر فيه ابراهيم شيكا وكان في عياده تحت بير السلم كده لدكتور مع مش متذكر اسمه قوي، وبيقول ان انا داخل اعمل عمليه عند دكتور المفروض ان في اليافطه بتاعته تخصص كلى وجهاز هضمي، فطبيعي ان يكون خاص بالكلى، ما لوش علاقه خالص بموضوع السرطان والدنيا اللي هم كانوا بيتكلموا فيها دي. تعال نسمع كده الفيديو. الدكتور اللي هيعملها بالعمل سليمة. قول يا اخواتي، قول بس ما شاء الله ربنا كريم وهيعوضني ان شاء الله. اللي احنا عايزينه بس من الفيديو ده كلمتين اتنين: ربنا يعوضني. ربنا يعوضني عن ايه؟ الدكتور لما قال لك ان هو كان جاي يعمل منظار. طب المنظار ده لا في حاجه بيشيلها ولا في اي حاجه خالص، ده هو منظار يعني بيكشف عن حاجه داخليه جوه جسم ابراهيم شيكا. دلوقتي لما ابراهيم شيكا قال لك ربنا يعوضني، معنى كده ان اتشال منه حاجه، تمام، ومش هترجع له تاني. فايه الحاجه اللي اتشالت دي؟ هو من الطبيعي جدا ادام في تحقيقات وفي شك ان ابراهيم شيكا كليته اتبرع بيها او اتسرقت منه او ايا كان، المفروض ان هو يتحل الموضوع للطب الشرعي، والطب الشرعي طبعا هيقول كلمته في الجزئيه دي، ان كانت العمليه دي داخل مستشفى ايه، او مين اللي عملها، او الكليه بتاعته لسه موجوده او مش موجوده. ودي حاجه هترجع برضه ويتسال فيها زوجته، اللي المفروض الناس كلها كانت شايفاها حاجة تانية خالص من وقوفها جنب إبراهيم شيكا، والمواقف اللي هي كانت بتعملها في العلن جنب إبراهيم شيكا. بس الظاهر والله أعلم، عشان خاطر لا نظلمها ولا حد يظلمها، خلينا مع التحقيقات لحد ما نشوف الدنيا وصلت وهتوصل لفين. ومش عايزين برضو ننسى ان كان فيه يعني زي شات جماعي كده ما بين ليلى الشبح، اللي معرفش دي منتجة ايه، ما شفنا لهاش اي اعمال علشان خاطر تبقى لابسه دهب من هنا لهنا، او هي يعني المفروض ان ده برضو دور الدوله، احنا ما ينفعش ان احنا نتدخل فيه. بس الجزئيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها وهي جزئيه اللي كانت سلمى الرحاله بتتكلم عليه. تعال نشوف الفيديو وبعدين نعلق عليه. بعت فويس لحد، انت بعت فويس لسلمى، بعت فويس لحد كله عندي على التليفون ده، انا صليت ربنا. بيقول لي ايه تيتو؟ هو انت ايام ايه؟ ابعت لسامح، ابعت لسامح. سلمى بعت يا جماعه ايه ده يا جماعه؟ قايل ايه بقى يا سامح؟ قايل ايه بقى؟ انت مستشار قايل ايه بقى؟ خلاص ما انت قلتي بقى تبعتي على الخاص بقى خلاص. بس هقول لك المضمون، قال ايه البت بتقول له ايه يا عم تيتو ازيك؟ قال لها ايه يا اوش؟ قالت له يا عم تيتو انت ازاي تحط الفويس بتاعي بصوتي وانا بقول لك فلانه عايزه انا عايزه ابيع لها الكلى بتاعتي ومش عارفه ايه تنزله. قال لها يا حبيبتي انا بعت له واحد بس اسمه اليكس. بصي يا حبيبتي، تعالى على الخاص، خد الفيديو عشان خد الفويس من عندي. تعالى اسمعيني تعالى خد الفويس اهو، تعالى خد الفويس. اسمعيني برضه. ماشي تمام. المكالمه دي تخصني، المكالمه دي ايوه. من الطبيعي ان فيديو زي ده ما ينفعش يعدي كده مرور الكرام، لانهم بيتكلموا عن واحده وعايزه تتبرع بكلى او تبيع كلى. المفروض سلمى الرحال، ليلى الشبح، واحد اسمه أليكس، واحد اسمه تيتو، والناس اللي كانوا معاهم كمان في الشات كلهم يتجابوا ويتسألوا عن كل حاجة حصلت في الفيديو اللي احنا سمعناه ده، لان الفيديو ده خطير جدا، وكل اللي فيه ما بيدلش عن حاجة واحدة بس، وهي الاتجار في اعضاء البشر. لازم يا جماعة كلنا نكون على ثقة تامة ان القضاء المصري عمره ما هيفوت ثغرة من الثغرات دي، ولا هيسيب حد غير لما يجيبه ويسأله عن كل كبيرة وصغيرة، لان الموضوع ده زي ما قلنا قبل كده موضوع شعب كامل، مش موضوع شخص اتباع كليته او انضحك عليه او اي حاجة من الحاجات دي. كل الدعم من القضاء المصري، كل الدعم للداخلية المصرية، وبنشكركم على المجهود اللي انتوا قايمين بيه لحماية الشعب المصري من العصابة والتشكيل اللي معمول ده، لان بجد احنا بقينا في حالة رعب غير طبيعية. كان الله في عونكم وكل الدعم ليكم.